السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي المشاهدين؟ ان شاء الله تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده جايلكم فيديو جديد ووصفة جديدة تعجبكم بإذن الله. ان شاء الله النهارده هنسمي باسم الله ونصلي على الرسول ونقول الفيديو بتاعنا والطريقة بتاعتنا بإذن الله والمكونات اللي معانا. ان شاء الله النهارده انا جايلكم بفيديو المشتريات لشهر رمضان. كل سنة وانتم طيبين ويعود علينا وعليكم الأيام بخير يا رب. طبعا كل سنة وانتم طيبين، رمضان على الأبواب خلاص، كلها أسبوعين ورمضان جاي. قلت بقى لا أنزل أجيب شوية حاجات كده لرمضان. الحاجة طبعا كل مدى بتغلى، وبعدين كده كده احنا محتاجين الحاجات دي كمان في رمضان وإيه، مش كل شوية بقى هننزل نشتري. هنسمي باسم الله ونصلي على الرسول. وقال لكم إيه المشتريات اللي عندي كلها. أنا جبت إيه؟ طبعا ده زبيب زي ما انتوا شايفينه، ده زبيب اهو. ده طبعا لو هنحط بقى رز بلبن هتعملي رز بالمكسرات والزبيب، هتعملي هتعملي قمر الدين. يعني مش هتحتاجيه طبعا في رمضان كده كده. طبعا ده جوز الهند اهي زي ما انتوا شايفين. ده بلح ما شاء الله، بس طبعا انا فضيته، كنت باخد منه عشان صيام شهر شعبان ان شاء الله زي ما انتوا شايفين. ده برضو دي مكرونه، جايبه مكرونه نوعين، ادي نوع اهو ودي نوع تاني اهو. لقيت بصراحة المكرونة اللي هي الصفرة دي اللي هي البسط دي عليها عروض، جبت منها. كان نازلة سعرها حلو يعني، كانت ما شاء الله نازلة ب16 جنيه. بعديها بحاجات بسيطة لقيتها بقت ب22، بعديها بقت ب28 وحاجة و30 كمان. بس الحمد لله جبت منها يعني وقلت تنفع برضو. دي طبعا مكرونة اهي، دي بتاعت الكشري الصغيرة، دي مكرونة مرمرية. معايا هنا المكرونة التانية اهي، النوع التاني اهو، دي مكرونة طويلة ومعايا منها اقلام اهي لو هنعمل صينية مكرونة بشاميل ولا حاجة في رمضان. ده معايا هنا سكر اهو، برضو سكر انا جايبة طبعا زيادة بس مرضتش احط يعني كتير اهو زي ما انتوا شايفين سكر. وجايبة دقيق اهو برضو اهو، برضو لقيت الدقيق ده برضو نازل سعره حلو بصراحة، كانوا عاملين عليه عرض وسعره حلو. جبته، كان الكيلو واقف ب22. دلوقتي شوف الكيلو ضرب كام دلوقتي، بس ما شاء الله يعني الحاجة اللي بتجيبيها بتنفد. يعني أي فرصة قدامك في حاجة هاتيها، ما تتأخريش ولا تترددي. الحاجة بصراحة يعني حلوة في البيت. عليكي بقى منها غالية ولا رخيصة، هي في قلب البيت حلوة ونعمة. مش قادرة تنزلي، كسلانة، سقعانة، تعبانة، الله لا يقدر، يعني ربنا يديكوا الصحة ويعافينا جميعا يا رب، تبقى الحاجة عندك في بيتك. احلى مشتريات رمضان جميله اهي، تحفه يا جماعه والله. وكل ده طبعا هنحتاجه في قلب بيتنا رمضان. طبعا جايبه برضو عرقسوس. ده عرقسوس اهو برضو. بس طبعا انا بنصح بيه اللي هم طبعا الضغط العالي عندهم ما يجيبوش ما يشربوهوش. لكن طبعا اللي ضغطه عادي او واطي يشربه، لان ده فيه كورتيزون طبيعي. وبعدين مفيد جدا. يعني ده بصراحة بيريحني في رمضان قوي. انا الوحيدة اللي بشربه بصراحة في البيت. يعني حلو، انا بحبه لان بيظبط لي الضغط، بيرفع لي الضغط الحمد لله، يعني بيظبطه. زي ما انتوا شايفين كده شوية مشتريات جميلة اهي وحلوة، هتنفع في قلب بيتك، هتحتاجيها. بص ما شاء الله البلح، بسم الله ما شاء الله. بصوا البلحة، بلحة طرية مش بلحة ناشفة. ما شاء الله. ده كنا جايبينه كان ب70 جنيه الكيلو. في ب40 بس بيبقى ناشف، مش كل البلحة طبعا حسب نوع البلح. اه بس طبعا هو غالي عن الاول، بس حلو البلحة بتاعته نضيفة وجميلة. يعني تفتحي منها بتاع 3 او تفتحي منها 5 او 9 زي ما احنا بنعمل كده، زي ما السنة يعني. بتعمليها على كوباية لبن على شوية مية وشوية سكر معاها، يعني بتبقى تحفة بصراحة. تاكليها منها بقى تشربي بقى او تاكلي البلح باللبن ده على الريق في رمضان ده، او في الصيام، بيبقى تحفة. جميل 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 تحفة يا جماعة. والزبيب كمان فاتح وجميل، اللون بتاعه جميل، بس بسم الله ما شاء الله تحفة الزبيب ولا جوزة الهند طبعا ده زي ما وريتكم ما شاء الله. يعني حلو يعني مش خشن، لا حلو والزبيب ما شاء الله ناعم. يعني يا رب كده الفيديو عجبكم. ان عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة ودعموا دوسوا على الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ما شاء الله المكرونة كمان تحفة. ده كيلو على فكرة يا جماعة، مش 400 جرام، ده كيلو تحفة. دي اللي 400 جرام اهي، دي 400 جرام، لكن ده كيلو.
ده سباكيتي، ده كيلو اهو. ده 1 كيلو جرام. ده كيلو. طبعا لما بتكوني جايبه الحاجه كيلو بتبقى مبروكه وربنا بيبارك فيها بصراحه. الكيلو بيبقى مبروك وحلو. طبعا المكرونه دي برضو كيلو، كل الانواع دي كيلو. لكن اللي هي مكرونه اللي هي حواء دي طبعا دي ماليه سوبر ماركت، مش اعلان ولا حاجه. ده المكرونات دي كلها ماليه السوق وماليه سوبر ماركت. اي سوبر ماركت هتخشي هتلاقيه مليان المكرونات والحاجات دي كلها. الزبيب طبعا مش فاكره سعره، بس سعره معقول حلو. والجوزة الهند دي برضو مش عالية قوي يعني. الحمد لله الحاجة برضو الحمد لله كويسة. ربنا يرخص الحاجة يا رب ويبارك فيها كده ويطعم الناس كلها ويكرمنا جميعا. وربنا كده يبعت الرخاء ويرخص الحاجة يا رب كده على أمة محمد أجمعين من العالم كله يا رب. ربنا يهدي الحال كده ويبارك لنا في أولادنا وفي صحتنا وعافيتنا ويكفينا شر المرض أهم شيء. ربنا يكرمنا جميعا بحق الأيام المفترجة الكريمة دي يا رب. يكرم أمة محمد أجمعين والعالم كله. اللهم أمين يا رب. قولوا أمين معايا بقى كده، وربنا يتقبل منا ومنكم يا رب صالح الأعمال إن شاء الله. إن شاء الله كده يبقى الحاجة كلها تعجبكم بإذن الله يا رب. بإذن الله الحاجة كلها تعجبكم بإذن الله. إيه رأيكم بقى؟ شوية مشتريات تحفة وجميلة وحاجة جميلة ورخيصة وحلوة. إن شاء الله تعجبكم. أحلى حاجات عملتها معاكم اهم. شوية مشتريات خفيفة وبسيطة جدا اهي. انت لو جبتي من كل حاجة كيلو 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 هتملي البيت عندك خير ما شاء الله. البلح بيقعد والجوز الهند بتقعد والزبيب بيقعد. الدقيق طبعا موجود. هتحتاجي الدقيق في كل حاجة. هتحتاجي في سمك، هتحتاجي في كيكة. عايزة تعملي شوية معيار صغير كده بسكوت أو بيتشفور هتلاقيه عمل معاكي. انت الكيلو ده ممكن تعملي منه كوبايتين بسكوت وكوبايتين بيتشفور. ممكن تعملي كوبايتين كمان غريبة. تبقى عملتي حاجة العيد بتاعتك كلها بكيلو دقيق. يعني ما تستغلوش الحاجة يا جماعة. إن شاء الله حاجة ربنا بيرخص الحاجة إن شاء الله وبيبارك فيها. انت لو عملتي حتى لو كوبايتين هتفرحي أولادك. زي ما انتوا شايفين كده شوية مشتريات يعني بسيطة وجميلة وتحفة ما شاء الله. حاجة بسيطة وحاجة حلوة وحاجة جميلة. طبعا لما بيكون السكر فاتح وابيض كده بيبقى جميل أوي في الحاجة اللي انت بتعمليها. في أي حاجة بتعمليها، بتعملي بقى بتشفور، بتعملي كيكة، بتعملي غريبة، بتعملي أي حاجة بتبقى حلوة. السكر الفاتح ده أنا بخليه الحلويات. أما الغامق ده بخليه مثلا للشاي، بخليه للشاي، بخليه للعصاير. لكن الفاتح ده بخليه للحلويات. يا رب الفيديو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناه وده عمود وساعة الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. يلا جدعانوا بقى كده وانزلوا اشتري شويه حاجات حلوه كده لرمضان. املي بيتك خير كده وفرحي اولادك وفرحي بيتك. ما تنسوش بقى اللايك، اللي ما حطش اللايك دلوقتي يحطه واللي ما اشتركش يشترك. وادعوا لي بقى دعوه حلوه كده من قلبكم يا حبايبي. حاجات جميله اهي هتفرحي بيتك وتفرحي اولادك وتملي بيتك كله خير. بحاجات بسيطة مش كتير يعني. حاجة بسيطة أوي. كيلو 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 هتلاقي بيتك اتملى خير. كل الخير ده من عند ربنا. ربنا يجمع علينا نعمة يا رب ويزيدنا من نعم ربنا. آمين يا رب العالمين. احنا وانتوا أمة محمد أجمعين يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. يلا بقى اللي يصلي على الحبيب قلبه يطيب. أشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.